بسم الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صباح الخير ولا مساء الخير، إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله راكم بخير. اليوم إن شاء الله التقينا في هذه الوصفة اللي هي وصفة معجون الفراولة ولا معجون الفريزة، معروفة بها العائلة الجزائرية. كو ناس زمان يقول لك بالليل الدار اللي ما فيهاش اون بون كونفيتور، الدار اللي ما فيهاش المعجون ما فيهاش البنات. وش معنى هذا المثل؟ معناته باللي الناس كي يروحوا يخطبوا وما يسيبوش اون بون كونفيتور في هذيك الدار، معناتها البنات تاعهم زعما لي جون في العواتق سي دي في اللي ما يعرفوش يديروا لا كونفيتور، صافي دير ما يسهلوش لو مارياج، سي كوم سا. معناتها يقول لك الدار اللي ما فيهاش المعجون ما فيهاش البنات. بون هذه نتاع زمان على كل حال. الوغ اليوم ان شاء الله راح نديروا اون بون كونفيتور اللي تتكونسيرفا على الاقل عام ويبقى لو فروي كيما نحطوه. داكوغ، كيما نقولوا زوكا في الربيع رانا كاين عندنا بزاف لافخاز. كي يوصل الصيف كي ناكلوا لافخاز اللي تكون داخله كونفيتور نحسوا بهذيك لافخاز. داكوغ. الوغ فوالا في الوصفه تاعي واش لازم لي كيلوغرام تاع السكر، لازم لي كيلو و200 غرام تاع فراوله مغسوله ومنقيه منها هذاك الحشيش. نغسلها لازم مليح، نحي منها التراب تاعها. لازم لي دو سيترون، جو دو سيترون. الوغ شوفوا، هي لازم كيلوغرام نتاع السكر مع كيلو ورطل نتاع فراوله. انا الفراوله تاعي هنايا جاتني شويه قارصه، نقصت شويه الفراوله. يسمى لا كونتيتي جو دو سكر ابوبري. المهم درت كيلوغرام تاع سكر وكيلو 200، تجيكم معتدله سوا. عصرت معاهم هذوك لي دو سيترون، درت كلشي مع بعضاه، حطيت على نار ناقصه، لازمنا شغل شمعه. داكوغ. هاي ديك النار اللي نطيب عليها، والكاسرونه تاعي لازم تكون ثقيله. داكوغ. الا ما عندكش حاجه تاع نحاس ديري في لاكوكوط مينوت عادي جدا. نخليها على الاقل 20 دقيقه، 20 دقيقه على نار جد ناقصه. كي نلقى هذاك لو سكر ذاب ولا فريس غير تبدا تسخن، تطلق الماء ديالها كامل. داكوغ، تطلق الماء ديالها مع السكر هذاك. انا غير نشوفها طلقت الماء ديالها كامل وهذاك السكر ذاب، نحي لا فريس تاعي ونحطها اكوتي. لا فريس تاعي خلاص انطلقت، الماء اللي يكون فيها راح، مي تبقى دائما محافظه على اللحمه ديالها. نخلي هذيك لا كونفيتور، هذاك الجو تاع لا فريز مع السكر، نخليه يطيب حوالي 20 دقيقه. دائما النار ما نزيدلهاش باش نحافظ على اللون الاحمر. انايا واش راح ندير، راح نقسم، راح ندير نص نخليه حب حب، ونص نديرو طونك كومبوت، ياك نرحيه يعني نديرو اون مارميلاد هكذا. فوالا. قسمت هذاك الجو دو سيترون الجو دو فراز اللي كان طاب لي حوالي 20 دقيقه، قسمته، رجعت معاه لافراز هذيك نزيد نخليها واحد 10 دقائق. هذه هي ولا البصمون تاعي راهي واجده. النص اللي بقى زدت مع هذيك النص تاع لافراز ورحيته بالبغا هذا، البغا ميكسور. بون ماشي بزاف، نرحيه غير شويه. بون بور لي بواط نتاع ندير فيهم لا كونفيتور، لازم على بالكم بلي لازم نستيريليزيهم، لازم نديرهم في الماء السخون يتغلاو على الاقل 10 دقائق كي هما كي الغطاء، ومن بعد كي نحيهم ونحطهم على طرشونه على قفاهم. فوالا. وهما ولا كونفيتور تاعي كي تكون كي نطيبها، شوفوا البنات لازم لا كونفيتور تكون مازالها سخونه. نعمر لي بوكال تاوعي، ياك لي بوكال نعمرهم ولا كونفيتور سخونه. ديجا هذه سيت اون فاصون كيفاش كيما حنا نقولوا لا كونفيتور تبقى لنا تشد لنا، ياك. فوالا. دوك شوفوا هي سخونه، بعد ما لا دوزيام وين الكومبوت هنا هو طاب فوالا. شوفوا كيفاش نغلق لابواط ونحطها على قفاها، نخليها على الاقل 24 ساعه باش نحطها في البلاكار. انا ما نحطش لا كونفيتور في الفريجيدار غير كي في زمان الصيف، ولا نحطها في البلاكار تبقى لي عام. فوالا. هذه هي. ناس زمان يقول لك الدار اللي ما فيهاش اون بون كونفيتور سي اون ميزون اللي ما تستاهلش زعما الناس يناسبوها. فوالا. هذه هي. احنا جبنا لكم الوصفات كيما عرفناهم، وكيما يقولوا كيما داروهم الناس زمان. هذه هي. نتمنى لكم ان شاء الله مشاهده ممتعه ومشاهده مفيده، ونقول لكم ان شاء الله هي الوصفه القادمه. ولا مش عجبكم لو كونتوني وعجبتكم القناه، ما تنسوش الدعم والاشتراك في القناه. ونقول لكم السلام عليكم. سلام.